اخد على الهاتف الصديق العزيز نادر شوقي وكيل اعمال اللاعب رمضان صبحي. يا عم نادر مساء الفل عليك. يا شوبير ازي حضرتك؟ طيب كل سنه وانت طيب. سلام السلامه يا فندم. ربنا يخليك. طمنا اخبار رمضان ايه؟ الحمد لله كويس. المره دي اصلي ايه؟ عملوا لنا هيصه ودوشه ولخبطه. بس انا عايز اقول يعني للناس الحقيقه برضه عشان اوضح بقى، هي جت فرصه ان انا اوضح وحضرتك معايا، او حضرتك وضح ايه اللي حصل بالظبط يا نادر بعد اذنك يعني. من يوم ما حضرتك كلمتني يعني. ايوه حضرتك كلمتني يوميها الساعه 3 بعد الظهر. ايوه وقلت لي عايز رمضان يطلع مع حضرتك. نعم. وقلت لحضرتك انا مش ضامن حاجه زي كده قوي، هو داخل ينام واول ما اعرف اي حاجه هبلغ حضرتك. تمام. بس بعد كده ما عرفتش اي حاجه. بس بعد كده احنا اتصلنا بالتليفون على رقمه القديم الحقيقه، واحد رد علينا فساء فيها، ادعى انه رمضان والله ادعى ان رمضان، وهنا الصوت يعني عشان زي ما انت شايف كده يا جماعه بنسمع ده كويس ان انا المره دي سايب الهيدفون هنا كده فبالعافيه يعني. حتى دانيال كان قاعد قدامي فبقول لي احنا مش عارفين نسمع، مش عارفين نركز مع الاجابات. الغريب بقى انه المواقع كلها خدت اجابات رمضان وحطتها، يعني قعدوا من 8 ل 11 وشويه كانه اتكلم يعني. وللامانه نادر كلمني قبل الهوا ب5 دقائق، فانا قلت له يعني ده برنامج تلفزيون وده برنامج اذاعه مش هقدر اخلط يعني. فاستاذنك كنا يوم الثلاث، قلت له خلينا يوم الاحد. فاظن اتصلوا بيك من برنامج تاني مش كده يا نادر؟ حصل. اتصلوا من برنامج تاني، فالراجل طلع بامانه ولم يخطئ في حقنا على الاطلاق يعني، وضح الموقف. لا انا وضحت الامور يا كابتن شوبير، بس ما دخلتش في اي تفاصيل مين وفين والكلام ده كله. ده صحيح. فاصل واحد طلع حلف بالطلاق، قال لك كان يعرف انه مش رمضان صبحي وكان مرتب ليه؟ القصه. انت مصلحتك ايه خالص يعني؟ لا انت يعني مصلحتك ايه يعني؟ ورمضان ده ابني يعني حاجه جميله يعني. حتى جالي التليفون كمان بعدها من رمضان. طيب طمنا، رمضان وصل ولا لسه يا نادر؟ ان شاء الله. يعني ما فيش مشكله. كان ستوك سيتي طالب انه ياجل شويه. لا هي مش مشكله يا كابتن شوبير، هم كانوا يعني بيستاذنوا منتخب مصر ان هو يقعد معاهم ماتش واتفورد وتقابل الطلب ده بالرفض وما فيش اي مشاكل يعني. هل هم استجابوا هناك؟ ما كانش فيه مشكله؟ لا يا فندم ما فيش مشكله، الناس محترفه وبس بيطلبوا ما بيزنوش يعني. يعني هو طلب وحصل ان هال سيتي طلب من منتخب مصر ومحمدي قاعد. مظبوط. طيب سؤالي ليك يعني، ليه بيلعب رمضان في الاوقات الصعبه؟ يعني ماركو يوزون جاي مديله في ماتش تشيلسي والنتيجه 3، بتبقى الدنيا بتبقى صعبه شويه. او ما كانش تشيلسي، كان الماتش اظن اللي قبله يعني تشيلسي فعلا ليفربول يعني. تشيلسي انا اتفرجت عليه امبارح، كان ماتش يعني الماتش كان حلو ماشي رايح جاي، لكنه يعني ليه بيديله في اوقات صعبه؟ والولد يستاهل احسن كده. انا عارف الديل اللي موجود وعارف ان الراجل مقتنع بيه، بس احنا كمان نحب نشوفه في احسن حال يا نادر. والله بص يا كابتن شوبير، في حاجه بس الناس مش فاهماها شويه. هو الراجل بيديله السنس بتاع الدوري، بيديله السنس بتاع السير الكبير، بيديله السنس بتاع الاحساس بالملعب. هو مش مطلوب من رمضان يعمل حاجه دلوقتي. هو مطلوب منه بس يديله الاكسبيرينس او الخبره بتاعه الماتشات دي. فهتلاقيه دايما بينزل في الاخر، تلاقيه دايما بينزل في الماتشات الكبيره. فاهم قصدي؟ يعني هو عايز يعوده بس نفسيا. كويس. هو عايز كل ده تاهيل للسنه الجايه يا كابتن شوبير. رمضان مبسوط يا نادر؟ مش متضايق؟ لا طبعا مبسوط وقمه سعادته. طيب اسالك بقى بصفتك وكيل اعمال، حسام غالي عماد متعب القيد في القائمه الافريقيه، هدى الجو شويه؟ الدنيا بقت افضل شويه يا نادر؟ لا هي ما كانش في مشاكل يا كابتن شوبير يعني. لا كان فيه كابتن شوبير لا كان فيه. انت مالك انت؟ اطلع انت منها، خلينا انا. لا هم طبعا دي حاجه طبيعيه يا كابتن شوبير برضه يعني خلينا نتكلم ان دي حاجه طبيعيه. ان هم يكونوا موجودين في القائمه الافريقيه دي حاجه طبيعيه، تاريخهم كبير وهيضيفوا طبعا. طيب لكن لا برضه سؤالي، حسام غالي ما كانش عنده مشكله وحسام البدري متحمس له جدا. انا بتكلم على متعب بالتحديد. انا شايف انه الجفوه اللي كانت موجوده تقريبا شبه تلاشت يا نادر. لا هي تلاشت تماما. طب الحمد لله والشكر لله. جميل. اسالك بقى عن عمرو ورده، قول لي خبر حلو. عمرو ورده الناس يعني ناس متابعاه في الدوري اليوناني. ودي الحاجه اللي انا بقولها دايما، ان لما تطلع بره العين بتبقى اكتر. صحيح. وفي كذا حد كلمني على عمرو. كويس. وانا شايف ان هو مش مستعجلين على حاجه، يخلص السيزون بتاعه ويخلص كاس الامم وبعد كده السنه الجايه ونقعد ونشوف. يعني اذا في يناير المقبل هيبقى مش منتظر قوي، لكن السنه اللي جايه احتمال كبير.
ان شاء الله. نادر، هل انت رايح في سكه لعيبه جداد في مصر؟ بتفضل مين، لعيبه صغار ولا لعيبه كبار ولا ايه؟ حاليا لعيبه صغيرين يا كابتن. لعيبه صغيرين. حطيت عينيك على حد؟ تقدر تقول لي اسماء ولا ما تفضلش؟ في كاس الامم الافريقيه بتاعت الشباب جايه. دي ان شاء الله برضو ربنا يكرم فيها. هل محمد هاني انت كنت بتقول انه الولد متوقع له ومطلوب، ما زال مطلوب؟ محمد هاني بالعكس بقى هيطلب اكتر بقى في الفتره اللي جايه، رغم انه ما راحش المنتخب. لا ما اعتقدش ان دي حاجه مهمه يعني بالنسبه لمحمد هاني. طيب. لان بقى خلي بال حضرتك ان المركز ده فيه احمد فتحي وفيه المحمدي، صحيح، وفيه عمر جابر، يعني في ناس تقال، الناس فاهمه يعني. يا نادر بشكرك شكرا جزيلا وتمنياتي لك بالتوفيق.